السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض محشي الممبار بشكلين اتنين. الشكل العادي بتاعنا اللي هو بنقطع الممبار وسط، والشكل التاني اللي هو بيبقى ميني صغنون كده بخلطة جبارة. طبعا الريحة وطعم تحفة، وزي ما انتم شايفين الخلطة من جوه مفلفلة وجميلة مش معجنة. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة على اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. طبعا الكميه اللي احنا هنشتغل عليها النهارده 2 كيلو ممبار. طبعا بعد ما بيتنضف بيبقى حوالي كيلو ونص، بيخس يعني بيبقى كيلو ونص او اقل حاجه بسيطه. وده برضو عشان هنعمل حسابه في الرز. وطبعا المقادير بتاعتنا برضو 3 بصلات كبار هنخلطهم هنا في الكبه مع قرن شطه حامي او بارد على حسب ما انتوا تحبوا. ومعانا هيبقى معانا كيلو وربع رز، وكمان هيبقى معانا كيلو من صلصه الطماطم او من عصير الطماطم، ومعايا نص كوبايه زيت. والبهارات بتاعتنا بقى هنقولها برضو خلال الفيديو. هنا انا عملت كميه البصل على مرتين اتنين عشان الكبه كانت مكسوره من تحت شويه، فعملتها على مرتين اتنين. طبعا الممبار عندنا اللي احنا هنستخدمه النهارده ممبار بقري، بيبقى لونه اصفر شويه طبعا بعد ما تنضفيه كويس جدا. وطبعا انا كنت عامله فيديو لتنظيف الممبار دوت على القناه، برضو ممكن ترجعوا له. تنظيف الممبار من الالف للياء، وطريقه وطريقته كويسه جدا وسهله، وهحط لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هنا برضو الخضار بتاع المحشي بتاعنا هنجيب حزمتين كزبره خضرة وحزمة شبت صغيرة، وهنقطعهم على المحشي. طبعا هنا الرز بتاعنا مغسول ومتصفي كويس من المية. حطينا البصل مع الشطة اللي احنا ضربناهم في الكبة مع الخضار طبعا بعد ما غسلناه كويس وقطعناه، وحطينا الرز، وهنحط البهارات بتاعتنا معلقه ونص كبيره ملح. وطبعا انتي هتدوقيها برضو، تدوقي الخلطه بعد ما تخلصي وتشوفيها ان كانت عايزه ملح او لا. ومعلقه صغيره معلقه صغيره مليانه فلفل اسود، ونص معلقه صغيره مليانه كمون، ونص معلقه صغيره مليانه كزبره ناشفه، ونص معلقه صغيره مليانه بهارات محشي. هنحط ده كله على الخلطه بتاعتنا، ولسه ما حطيناش الصلصه بتاعتنا. وهندعكهم في الخلطه بتاعتنا عشان البصله تدبل شويه. طبعا الصلصه بتاعتنا احنا حاطينها على النار، كنا حاطين نص كوبايه زيت، وحاطين عليها صلصه الطماطم تتسبك بس، او عصير الطماطم تتسبك بس على النار. بعد ما اتسبكت خالص هنحطها بقى على الخلطه بتاعتنا. طبعا الريحه تحفه تحفه جدا. هنقلب بقى الخلطه دي كلها. طبعا خضار المحشي الفتره ديت غالي جدا، يعني الربطه ب5 جنيه. فممكن ممكن تستخدمي ربطه كزبره وربطه شبت كفايه، هيكون كويس برضو. يعني مش كده. ولو انت عايزه تخزني برضو الخضار المحشي اما يرخص شويه وعايزه تخزنيه كويس في الفريزر وما يسودش منك، تجيبي خضار المحشي وتغسليه كويس وتنقيه وتغسليه كويس وتقطعيه وتسيبيه يتصفى خالص، وبعدين تحطيه في ورق كده، تحطيه في ورق وتلفيه وتحطيه في كيس، وتحطي الورق اللي فيه الخضار في كيس وتحطيه في الفريزر. ليه؟ علشان الورق برضو ما يخليش ان الخضار يدبل في الخضار يسود في الفريزر طبعا من الميه اللي بتتكون عليه، فالخضار بيسود منك في الفريزر ويبقى لونه اسود. فده الورقه دي بتحافظ عليه ان هو يتنه اخضر زي ما هو. وطبعا الطريقه دي كويسه جدا علشان اما يكون الحاجه غاليه بالشكل ده نطلع من الفريزر اللي عندنا، وطبعا الحاجه تبقى محافظين عليها كويس ومفرزينها بطريقه صح وكويسه. هنا طبعا الخلطه طبعا وحطينا عليها في الاخر برضو حبه زيت عشان يفلفلوا لي الخلطه معايا. هنبدا بالممبار الميني بتاعنا. طبعا احنا مش مقطعين هنا الممبار او العصبان، مش مقطعينه وسط، احنا سايبين الممبار كبير زي ما انتوا شايفين كده، طويل كبير. هنحشيه ونوزع الرز فيه زي ما انتوا شايفينه كده، بس مش هنكبس الرز فيه قوي علشان طبعا ما يفرقعش منك في اثناء السليق ويطلع رز منه برضو وانتي بتحمريه. فهنحاول ان احنا نوزع الرز كده فيه كويس من غير ما نكبس فيه الرز كتير، عشان كده اما الرز بيستوي بينفش فيه المحشي. لو لقينا حتت فيها فاضيه بنزودها طبعا رز وبنحاول نظبطه. طبعا هنا بقى بنكون محضرين خيط علشان نربط بيه العصبان بتاعنا.
طبعا زي ما انتم شايفين كده بنربطه مسافات صغيره، يعني عقل 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 صغيره كده زي ما انتم شايفين على حسب الحجم اللي انتم عايزينه. طبعا الموضوع ده بياخد وقت شويه بس بيبقى جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده هنربط. بيبقى شكل وطعم حكايه زي ما انتم شايفين كده في اول الفيديو. وطبعا احنا بنكونوا حاطين على النار واحنا بنحشي، بنكون حاطين على النار حله فيها نصها ميه او اقل من نصها بشويه، عشان لما تحط الممبار طبعا الحجم الميه بيزيد فما يقعش على البوتاجاز بتاعك ويبهدل الدنيا. فتكون نص الحله ميه، حله بتكون كبيره وتكون نصها ميه زي ما انتوا هتشوفوا معايا، نصها ميه او اقل من نصها بشويه. وطبعا بنكونوا متبلينها برضو بحبهان ورق لورا وملح وفلفل وطماطمايه وفلفلايه زي ما هتشوفوا معانا. هنا اهوت عملنا 2 زي ما انتوا شايفين كده، وباقي الكميه هنعملها بقى الوسط العادي. هنا حطينا حله على النار زي ما انا قلت لكم اقل من نصها اهيت، وهنحط فيها الحبهان وفلفلايه وطماطمايه وورق لورا، وممكن بقى حبه ملح وحبه فلفل اسمر. طبعا الميه بعد ما الميه بتغلي بنبدا ان احنا نحط الممبار بتاعنا. اول ما بتحطيه وطبعا الميه سخنه بيقفل الاطراف بتاعتها لوحده، يعني حتى لو ما ربطتهوش الاحراف بتاعه الممبار بتقفل لوحدها عشان ما تطلعش الرز، لان الميه بتكون سخنه. وطبعا دي احسن حاجه انك تحطيه في ميه بتغلي سخنه بتغلي. زي ما انتوا شايفين اهوت اول ما بيتحط بيقفل الاطراف بتاعته. هنحط كل الكميه وزي ما انتوا شايفين طبعا الميه بتزيد هنا معانا، عشان كده لازم نعمل حسابها وما نملاش الحله قوي. اتمنى بقى ان انتوا تعملوا لايك كده وتشتركوا في القناه لو انتوا مش مشتركين وتدعمونا. هنا حطينا الكميه بتاعتنا بقى هنغطيها تاخد حوالي ساعه او اقل من ساعه. لو هو صغير مش يعني ممكن ياخد اقل من ساعه، لو هو كبير ممكن ياخد مده كبيره شويه. ده اثناء التسويه واثناء الغليان. طبعا لو في ريم على الوش بتشيليه. وطبعا زي ما انتم شايفين هو لسه مستواش بس انا بوريهولكم برضو. حتى الشوربه بتاعته حمرا اهيت وجميله زي ما انتم شايفين. بقى هنا الممبار استوى معانا خالص. الرز مسافه ما الرز استوى الممبار طبعا بتطفي عليه وبتنشليه علشان ما ينهريش منك ويفرقع في الزيت او يطلع الرز بتاعه في الزيت. طبعا الجلد بيكمل سواه في الزيت اما تيجي تحمريه في الزيت. هنا الرز بتاعنا استوى. هنبدا بقى احنا نشيلناه اهوت، نشيلناه من الميه. هنحط زيت سخن على النار. هنبدا ان احنا نحط فيه الممبار بقى وعشان نحمره. وطبعا زي ما انا قلت لكم بيكمل سواه في الزيت. هنحط بقى الكميه بتاعتنا. وطبعا هو سواه كويس اهوت ومش مطلع الرز بتاعه ولا حاجه عشان كمان ما يفرقعش في وشنا. هنحط بقى على حسب ما الطاسه تاخد مننا وهنقلب فيه زي ما انتوا شايفين كده عشان ياخد لون من جميع الجهات. هنا بدأ ان هو ياخد لون معايا اهوت. طبعا على حسب ما انتي حباه يكون محمر شويه او محمر نص نص على حسب ما انتي حباه. طبعا هنطلعه ونحطه على مناديل مطبخ او ورق زي ما انتوا شايفين كده علشان يسحب منه الزيت بس. وبعدين نرصه في طبق التقديم بتاعنا. اتمنى بقى ان يكون الفيديو عجبكم وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناه على اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد.
زي ما انتوا شايفين برضو، زي ما كنتوا شايفين في اول الفيديو، ان الخلطة من جوه مفلفلة وجميلة وطعمه تحفة وريحته جميلة جدا وبهاراته مظبوطة. وباين فيه طعم المحشي ولا بهاراته زيادة مطغية على الطعم ولا حاجة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.